بيبدأ فيلم النهاردة مع هاردن وهو بيفتكر ذكرياته مع تيسا اللي هو خانها، فهي بعدت عنه فهو مش قادر ينساها. وطبعا هاردن بيحاول أكتر من مرة إن هو يبعت لها رسايل، بس هي تقدر خلاص تقول كده الموضوع ما بقاش في دماغها. يعني نقدر نقول إنه مش في دماغها أوي يعني، بس هي لسه بتتابعه على الانستا. وفي الوقت ده بتكون تيستا بتحاول تبدأ حياة جديدة بشغلانة جديدة، فبتتعرف على الواد المحترم ده اللي اسمه طرفر، وبعد كده بتروح تسلم على واسطة في الشركة اللي اسمها كامبرلي، واللي احنا بعد كده هنقول لها يا كيم علشان نزق الملخص مع بعض. وبتاخدها علشان تعرفها على المدير اللي اسمه فينس، بس بتلاقي فينس بيتخانق مع العملاء، فبتقول لها بصي ملناش دعوة بيه دلوقتي ونجيله في وقت تاني. وبتاخدها بعد كده للمكتب بتاعها، بس وهي ماشية بتاخد القصرية اللي فيها النعناع بتاعها. وبتقعد بعد كده تسلا في المكتب اللي هو زي ما انت شايف كده زريبة لحد تاني يوم. وبيجي عليها المدير اللي كان بيتخانق مع العملاء امبارح، وبيلاقيها نايمة ومريلة على المكتب من كتر التعب، بس هو مبيديش الموضوع أي اهتمام. وبياخدها علشان وراهم اجتماع مهم، وبيركبوا العربية علشان يروحوا المكان الاجتماع. فالواد طرفر بيقول لها خلي بالك ريحتك مش كويسة. ولما بيوصلوا لمكان الاجتماع، كيم بتاخد تيست علشان تروق عليها وتجيب لها فستان جديد. وبعد كده بيروحوا المكان الاجتماع. هتقولي يا عم ده نايت كلاب مش اجتماع، هقولك ده مستثمر أجنبي وجاي يشغل عندهم فلوسه، يعني يعمل اجتماع مكان هو عاوز. المهم الاجتماع بيبقى صعب فبيطولوا فيه شوية. وبعدين تيستا بتقرر بعد كده انها تاخد بريك، فبتقوم ترقص شوية علشان تفرفش. فيجي واحد جنبها اسمراني بيدلعها وبيعرف يرقصها كويس، وبعدين بتتخيل ان هو هاردن فبتبوسه على اساس ان هو حبيبها. بس في نص البوسة كده بتحس ان طريقة البوسة بتاعته متغيرة، فبتقير من الموضوع. وفي نفس الوقت ده هاردن بيكون بيحاول ينسى، والبت المكنة دي بتحاول تنسيه صح، بس هو ما بيعجبوش الموضوع وهو خارج. فبيجيله اتصال اخيرا من تيستا اللي هي شاربة وضايعة على الاخر، وبتقوله بقولك ايه الجو عندي جميل، وان هي كمان مخففة على الاخر. فبيقول لها يعني ايه مخففة؟ فقالت له يعني لا وان بيس ولا تو بيس. قال لها بجد؟ قالت له ايوه ولا حتى ربع بيس. فهاردن بعد كده راح لها وبيحاول يلحق المصيبة قبل ما تحصل، لأن مادام مفيش ولا بيس يبقى الدنيا ممكن تبقى بيس في أي لحظة. وفعلا بوادر المصيبة بتكون على وشك إن هي تحصل، بس هاردن بيوصل في الوقت المناسب. المهم هاردن لما بيجي بيلاقي الوضع زي ما انت شايف كده، فبيعمل الحركة اللي انت عارفها دي. وبعدين لسه بتاخده تيستا وتهديه وتقوله طب قولي ايه اللي يرضيك وانا اعملهولك. وبعدين الشيطان بيلعب في دماغها فبتحاول معاه، فبيقولها ايه دي يا تيستا؟ فبتقوله بقولك ايه يا قلب تيستا، انت قدامك حل من الاتنين، يا نتعاطف ونجيب عاطف يا تخلع بسرعة قبل ما الواد اللي بره ده يمشي. المهم هاردن بيختار أول اختيار. وتاني يوم الصبح لسه تيستا بيجيلها اتصال من كيم، وبتقولها إن هما تحت ومستنيينها، فبتاخد الهدوم بتاعتها اللي بتكون وصلت لها من المغسلة الحمد لله، وبتوصلها الهدوم كاملة. وبعدين بتقوله انسى امبارح وبتسيبه وبتمشي. فبينادي عليها هاردن وبيقول لها تعالي يا تستي نتفاهم. فبتقوله انا مش تستك، انا ما بقتش تستك يا عينيا. طبعا لما قالت كده هو اتعصب عليها، فقال لها ان هو خانها مع البنت دي، بس هو اصلا ما بيكونش خانها، وقال لها كده علشان يغيظها. بس طبعا هاردن بيحس انه غلط وقتها، فبيروح للندن صاحب تيستا القديم، وبيقوله يعني ان هو غلط وان هو ما خانهاش ولا حاجه. فلندن بيروح باعت رساله لتيستا وبيقول لها ان الواد بيحبها وإن هو كمان مصدقه، فياريت تسامحيه. فتيستا بتحن وبترجع البيت فعلا، وبتلاقيه زي ما انت شايف كده واضح عليه آثار الفراق قوي. وبعد ما بتقلب في شوية الحاجات بتاعته بتلاقي التيشيرت بتاعه، فبتقعد تشيمي فيه. أنا ما عنديش مشكلة إن هي تشيمي فيه، أنا عندي مشكلة في اللي حصل امبارح. هو وحشك بسرعة ولا إيه يا حلوة؟ المهم بعد كده بتلاقي هدية هو كان جايبها لها بمناسبة عيد ميلادها اللي هو النهاردة. كل سنة وانت طيبة يا تيستا يا عسل. وبعد كده بيجي هاردن ومعاه واحدة من بره، وبتسمعه وهي بتقوله نفسي احميك زي ما كنت محبيك يا حبيبي زمان. فتيستا بتطلع ولسه هتشتمه بالأم، فتلاقي أمه هي اللي واقفة معاه. المهم مامته ما بتعرفش إن هما كانوا انفصلوا علشان هما ما كانش قايل لها، فبتحضنه وبعدين بتسيبهم وتدخل الحمام. فتيستا بتروح تقول لهاردن هو انت ما قلتش لمامتك ان احنا سيبنا بعض ولا ايه؟ فقال لها لا انا ما قلتلهاش، هي الحاجه ما تستحملش يا تستي حاجه زي كده. وبعدين مامته بترجع وبتقول لها كل سنه وانت طيبه يا قمر، انت طبعا هتقضي معانا النهارده. فبتقول لها مش هينفع والله يا طنط. فقالت لها لا علشان خاطري. فقضت اليوم معاهم، وبيجي الليل وهارد وتيستا بيدخلوا عشان يناموا. فهاردن بيقول لها انا هاخد البطانيه واطلع انام بره. فقالت له ماشي يا عسل انا واثقه من نفسي. المهم هاردن استغل الموضوع وقال لها طب خلاص ماشي، وبيقعد طول الليل يحاول ان هو يهز في ثقتها. وبعد ما موضوع الثقه ده اللي اتهز طول الليل بترجع الميه لمجاريها، وبيبدا يفسحها ويعوضها عن الوقت اللي فات كله. ده حتى كمان بيروح معاها كلاس اليوجا اللي هي بتحبه.
وبيقعد هاردن يبص لتستته كده وبيقول لها ان هي وحشته قوي، فبتقول له اتلم مش هنا، فبيقول لها امال فين؟ قالت له استنى وانا اقول لك، في الحمام ماشي، في شغلي ماشي، ما يضرش نروح مع بعض حفله، وبعدين البت اللي هناك دي ما تعجبنيش اتخانق معاها عادي، وتاخدني فوق في الاوضه والناس تحت ماشي ما يضرش. هم عملوا كده سلسلة عسل بالقشطة، وأنا معاك حاسة بالأمان، خدني في أي مكان يا معلم. المهم بعد كده تسا بتروح الحمام وبتقوله طب اسبقني انت، فبيسبقها هو، فبيقابل البت دي اللي تقريبا خانها معاها قبل كده، فبتسمعه وهي بتقوله انا مبسوطة قوي ان احنا عملناها مع بعض. بس هي ما حددتش هما عملوا ايه مع بعض بالظبط. بس طبعا تسا لما بتسمع الكلام ده بتتعفرت عليه، وعلشان تغيظه كده فبتبوس اي حد معدي في الشارع. المهم بيتخانقوا بقى وبيقول لها ان ما حصلش حاجه بيني وبينها، بس هي ما بتصدقوش، وبتفوت فتره وبيبعدوا عن بعض، وبعدين بيحصل حادثه لتستا، وهاردن كذا مره بيحاول انه يتصل عليها بس بيرد عليها طرفا، بيقول له كفايه اللي حصل لنا من تحت راسك، يا ريت تبعد عنها وترحمها وترحمني. ولما بترجع تسا البيت بعد فتره العلاج بتلاقي هاردن سايب لها رساله وبيعرفها انه فعلا سافر بلد بعيده، لكنه لحد دلوقتي مش قادر ينساها ولا قادر يبعد عنها، وبيعيش فتره على الذكريات. وبتفوت فتره وبيجي فرح المدير على كام، وده بيكون ابن المدير، وبنعرف ان مراته متوفيه، وبتقف تسا بعد كده مع تارفور وبيبداوا يتكلموا مع بعض. وبعدين بتيجي سيره هاردن، فترفر بيقول لها ان هو قال لهاردن ان هو لازم يبعد عنها، بس هو حس انه اتسرع في الموضوع. ساعتها تيستا بتستغرب وبتضرب عينيها كده وبتبص فوق، فبتلاقي مين يا معلم؟ بتلاقي المعلم هاردن، وكاس الويسكي اللي في ايديها فجأة بيقع. وبعد كده بيتبادلوا هما الاتنين نظرات العشق والحنين والفراق، وتيستا بتطلع تجري وراه وهو كمان بيجري عليها، وبتقوله يلا بقى تعالى بسرعة علشان فاضل لنا جزء كمان في السلسلة دي، وبيخلص الفيلم على كده.